الجراحة نفسها مش خطر، ولكن السمنة المفرطة في حد ذاتها هي الخطر الحقيقي، واحتمالية حدوث مضاعفات من السمنة نفسها أعلى بكتير جدا من احتمالية حدوث مضاعفات من العملية. دكتور احمد، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازاي حضرتك يا دكتور جلال؟ النهارده محتاجين نتكلم في مواضيع مهمه جدا وحضرتك تفهمنا اكتر. ماث اور فاكت، هل عمليه السمنه خطر؟ هي طبعا دي معلومة خاطئة. عمليات السمنة هي عمليات آمنة، واحتمالية حدوث المضاعفات منها بتكون قليلة جدا، بتصل إن هي بتكون أقل من 1%. زيها زي عمليات شائعة كتير بتتعمل بالمنظار زي استئصال المرارة مثلا. ده بيرجع طبعا للتطور في المناظير والأدوات المستخدمة، التحضير الكويس قبل العملية، ده خلى كله إن العمليات دي بتكون أكثر أمانا. الخلاصة إن الجراحة نفسها مش خطر، ولكن السمنة المفرطة في حد ذاتها هي الخطر الحقيقي، واحتمالية حدوث مضاعفات من السمنة نفسها أعلى بكتير جدا من احتمالية حدوث مضاعفات من العملية. طيب يا دكتور، وهل عمليه السمنه بتحسن مشاكل الصحه ولا مجرد عمليه تجميل؟ هي طبعا عملية السمنة هي بتحسن مشاكل الصحة، نقدر نقول إن دي فاكت. عمليات السمنة عندها فرص أعلى من 90% إن هي تعالج أمراض مزمنة كتير زي مرض السكر من النوع الثاني، أو ارتفاع ضغط الدم، أو الكبد الدهني، أو أمراض تانية كتير مصاحبة للسمنة بصفة عامة.